نتكلم عن الوعد بالبيع. عن الوعد بالبيع المعلق على شرط، وهو توفر شهادة المطابقة. التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع، وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط. فعلا لما نرجع للقرار يتبين أنه اعتبر عن غير صواب أن العقد المبرم بين الطرفين عقد بيع معلق على شرط، في حين أن المدعي المدعى عليها نفسها أكدت في كتاباتها أنها ارتبطت بالمدعي بعقد وعد بالبيع، وأنه تم الاتفاق على إبرام عقد البيع النهائي بعد 2 من تاريخ إتمام الشروط القانونية والحصول على شهادة المطابقة. يعني هنا المدة هي محددة ب2 أنه لازم الشروط القانونية تكون يعني متمة، وأنه يتحصل على شهادة المطابقة Certificate Conformité. ما جاء في العقد على أن الطرف الواعد ينفذ التزامه بتحرير العقد محل الوعد بالتعاقد بعد حصوله على شهادة المطابقة لا يعد شرطا في العقد. يعني هذا يعني باش يكمل إجراءات العقد بالبيع لازم يتحصل على شهادة المطابقة. هذا لا يعد شرطا في العقد، بل يمثل المدة المتفق عليها اللي هي 2 بل يمثل المدة المتفق عليها لتنفيذ الوعد بالتعاقد. يعني تخلص 2 لازم يكمل إجراءات الوعد بالبيع اللي هي عقد البيع وفقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا.